اهلا بيكم في فيديو جديد من مطبخ امنيه سلامه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا في احسن صحه واحسن حال. جايه باكله مش هتلاقوها غير عندنا، غير عند اهل بورسعيد بس. هنعمل مع بعض النهارده الكابوريا المدفونه. ناس كتير ما تعرفهاش وناس كتير عمرها ما جربتها. تعالوا نجربها مع بعض النهارده. من هنا هو المنبع بتاع الاكله دي. هنعمل مع بعض الكابوريا المدفونة في الرز بالمرتة في الفرن، وهنعمل كمان الكابوريا المشوية بالخلطة، وهتبقى أكلة في منتهى الجمال. مستحيل تخش مطعم وتلاقي الأكلة العظيمة دي، لأن دي تراث هنا من بورسعيد. تعالوا نعملها مع بعض. بس قبل ما نبدأ الفيديو أحب أفكركم أنا أمنية ودي قناتي، ولو دي أول مرة بتشوفيني ما تنسيش الاشتراك وتفعيل زر الجرس علشان توصلكم فيديوهاتي الجديدة. يلا بينا نبدأ ونشوف هنعملها ازاي، ونشوف ازاي نختار نوع الكابوريا الكويس والمناسب، وازاي نعرف الكابوريا الطازة، وازاي نعرف كمان النوع الكابوريا سواء اللي هي الذكور او النتايات. اول حاجة هبدأ بيها اللي انا جبت الكابوريا بتاعتي غسلتها جدا. هنا المكان ده هو اللي بيحدد اذا كان الكابوريا دي ذكر او انثى او نتاية. المكان ده طالما رفيع وطويل دي كابوريا بتكون ذكوره. وكمان بنلاحظ ان القراصات بتاعتها بتكون لونها ازرق شويه وبتكون تقيله. لازم نضغط على الكابوريايه كده ونشيلها، نلاقيها تقيله، ما نلاقيهاش كمان بتخش لجوه وتتطبق عشان تكون مليانه. غسلتها وسبتها تتصفى وهنحضر مع بعض البصله المرته. مرته يعني بصله خشنه متقطعه على الايد، كل اللي عليها ملح وفلفل وكمون، وحمرتها بايدي، يعني هفركها كده بايدي. ومن هنا اجت كلمه مرته، يعني ناخدها كده بايدنا بالملح والفلفل والكمون علشان تكون البصله متبهره بالشكل ده. بعد ما فرقتها كويس بالملح والفلفل والكمون بضيف لها بس معلقه من الزيت. هاخد الكابوريا بتاعتي بعد ما غسلتها، ولو فيها اي حاجه بشيلها، ومن الظهر كده بفتح فتحه صغيره. شايفين؟ طبعا في ناس بتاخد الغطا ده تغسله تحت الحنفيه وبتعمل عمايل بتنزل الطعم كله، والبطروخ لو دي كابوريا كمان نوتي بتنزل كمان البطروخ. بفتح كده الغطا بس مش بفصله، وبحشي كده كميه من المرته، وبجيب الخيط وببدا ان انا اقفل الكابوريا تاني واضمها على بعضها كده بالخيط. برضو في ناس بتقطع القراصات دي وبتقصقصها خالص ويا دوب بتخلي جسم الكابوريا بس، وانا ما بفضلش كده خالص. انا عايزه الكابوريا بحالها زي ما هي كده بشكلها، وبقفل بالخيط كده القراصات ديت وبجمعها بخليها كده مربعه ايديها ومؤدبه. خلاص هنعمل واحده كمان مع بعض. هفتح كده من الظهر. ليه نغسلها من جوه وهي طالعه من البحر ونضيفه وزي الفل؟ احنا بنغسل بس من بره كويس، ومن المنطقه اللي ورا ديت لو في اي شوائب ولا اي حاجه، ونسيبها تتصفى. مفيش اكتر من كده. هنحشيها وبالخيط كده نبدا ان احنا نضمها ونقفلها ونلم معاها القراصات بتاعتها علشان ما تبقاش ليها قراصات ورجلين نازلين كده واحنا بنشتغل بيها في كل حته. هخلص الكميه بتاعتي كلها زي ما انتوا شايفين. هنعمل جزء من الكابوريا. شايفين بقى دي الكابوريا النتايه؟ شايفين الذكر عامل ازاي الرفيع الطويل ده، والنتايه اللي بتكون العريضه المخططه بالعرض دي بتكون مبطرخه. هفتحها لكم دلوقتي. هتلاقوا البطروخ بيكون ليه كده لون برتقاني. شايفين اهو من جوه؟ ده مستحيل ان احنا نفتحها ونغسلها كده، خلاص ما عادش ليها لازمه. كل الطعم راح في الحوض وما عادش ليها طعم ولا عاد ليها فايده. خلاص هنحشي الكمية. انا اخدت كمية عملتها بالمرتة، وهاخد كمان كمية تانية، كم واحدة كده هعملهم بالخلطة في الفرن بتبقى خطيرة كمان. الوصفتين او الطريقتين احلى من بعض. انت ممكن تعملي دي او تعملي دي، او تجيبي كمية وتقسميها ما بين ديت وديت. هنا خلصت الكمية بتاعتي كلها، وهنروح على البوتاجاز. هنعمل ايه؟ حله هسيبها تسخن كويس جدا وهي فاضيه قبل ما احط الزيت. بمجرد ما الحله تسخن قوي هحط لها معلقتين من الزيت، وهبدا ان انا انزل بالكابوريا بتاعتي اشوحها لحد ما تاخد اللون البرتقاني. هحط معاها ورقتين لوري وكم فص حبهان، وهبدا ان انا اقعد اغربل كده في الكابوريا واشوح فيها لحد ما تاخد اللون البرتقاني. بعد كده نزلت بمعلقه من البصله المرتة اللي احنا كنا عاملينها مع بعض، برضو هفضل اقلب فيها كده على نار عاليه لحد ما الكابوريا تاخد اللون البرتقاني والريحه الحلوه تملى المكان. هنحط بالكتير كوباية ونص من المية وما نزودش عن كده، وده برضو يرجع لكمية الكابوريا اللي احنا عاملينها. من كوباية لكوباية ونص. انا عايزة الكابوريا تستوي حوالي 3/4 سوا في المية ديت اللي هي الشوربة بقى. خلاص هسيبها لما
تغلي كويس حوالي 10 دقايق، وبعد كده برفعها من الميه ديت. خلاص انا عشان ايه ابدا اللي انا اطبخ الرز. هنا كان عدى ال10 دقايق، هبدا ان انا ارفع الكابوريا زي ما انتم شايفين كده. ما بنطولش عليها لان كل البحريات ما بتاخدش في النار اكتر من 7-8 دقايق، ربع ساعه بالكتير حسب الحجم وحسب نوع الحاجه اللي احنا بنعملها. شايفين حبه الميه دول فيهم الخلاصه والطعم كله. جبت حله كده او صينيه هتخش الفرن، حطيت الزيت وغسلت الرز وصفيته، وهحط كمية الرز اي كمية انت بتفضليها، وهحط عليها شوية من الملح والفلفل والكمون، هحط شوية من الكاري، ولو عندك لون زعفران بس هي مش مستاهلة، هي هتاخد لون البصلة ولون الشوربة اللي احنا كنا عاملينها. وهنا طبعا النور لعبته واتقطع، بس زي ما احنا مكملين ولا كأننا شايفين حاجة. هنا خلاص شوحت الرز مع الزيت والبهارات اللي هي الملح والفلفل والكمون والكاري، وبعد كده قمت نازله بالشوربه بتاعه الكابوريا علشان اظبط العقد بتاع الرز. طبعا العقد العادي خالص لكوبايه الميه لكوبايه الرز، نفس العقد بتاع الرز المصري اللي بنطبخه على البوتاجاز. بعد كده رديت الكابوريا تاني على وش الصينيه وغطيتها كويس زي ما انتم شايفين، وهتروح على الفرن على طول درجه حراره 180، بتقعد حوالي تلت ساعه او نص ساعه حسب الكميه وحسب درجه حراره الفرن بتاعك. من بعد تلت ساعة طلعيها واختبريها. بعمل ايه دلوقتي؟ بعمل الكابوريا المشوية. قطعت طرنشات كده من الطماطم والفلفل الحامي والفلفل البارد والبصل والثوم. توم يكون طرنشات بيفرق جدا غير لما يكون مدقوق. فرقتهم بملح وفلفل وكمون وشوية من الكاري، وبعد كده حطيت نص الخلطة دي في أرضية الصينية ورصصت الكابوريا بتاعتي. طبعا الكابوريا ولا فتحناها ولا أي حاجة، احنا فتحنا بس اللي احنا حشيناها دي سليمة زي ما هي. وبعد كده نزلت بباقي الخلطة على الوش واديت لها كده معلقتين من الزيت، وعلى الفرن على درجة حرارة عالية 200-220 علشان ما تجيبش ميتها، يا دوب تخش تتشوي وتشرب من مية الخضار اللي احنا حطيناه وتتطعم. هنا كانت خلاص صينية المدفونة بتاعتنا خلصت. شايفين لونها وجمالها ولا ريحتها؟ خطيرة خطيرة. ريحة الكابوريا مع المرتة مع الرز كانت في منتهى الجمال. زينتها كده بشوية من البقدونس، وهبدأ بقى اللي انا اقدمها. هاخد كده كل واحدة من الكابوريا، يا دوب هقطع الخيط ده وهفكه، هيتفك بكل سهولة، مش هياخد مننا وقت خالص. كده احلى من اننا نقصقص القراصات بتاعتها. شايفين لما بتتفتح بقى الطعم رائع رائع. المرت دي بتتاكل كده مع الرز احلى من البط، والله العظيم كان طعمها خطير ومختلفة. ناس كتير ما تعرفهاش غير البلاد اللي هي المحافظات اللي هي بتاعت السواحل، هي ديت عارفة الاكلات الجميلة ديت، اكلات البحر اللي كلها خير. هغرف كده شوية من الرز، شايفين لونه من غير ما نعمل له اي حاجة، من المية اللي طبخنا فيها الكابوريا او الشوربة. حبة رز حلوين مع الكابورياية المبطرخة دي ام مرتة الخطيرة، وكانت احلى غدوة. عايزاكم تجربوها هتعجبكم جدا، حتى لو في نص كيلو من الكابوريا. طعم جديد غير اللي احنا بنعملها في الحلة او بندخلها الفرن تتشوي، خطيرة. ولا اللي كانت الصينية كمان بتاعة الكابوريا اللي بالخضار دي كانت احلى واحلى. عملنا ده وعملنا ده، وليكوا حرية الاختيار، ومستنية رأيكم، وانا واثقة ان هي هتعجبكم، وانا واثقة ان انا ما بجيبلكوش اي حاجة غير ان بكون متأكدة ان هي هتعجبكم والنتيجة بتاعتها روعة. وبكده بيكون الفيديو بتاعي خلص. يا رب تجربوه وان شاء الله هيعجبكم. اشوفكم في فيديو جديد، اسيبكم في امان الله، مع السلامة.